اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباحكم زي الفل والورد والياسمين، أو مساءكم زي الفل والورد والياسمين، صباحكم زي العسل، صباحكم مشرق بنور الله، صباحكم طاقة إيجابية، صباحكم حب، صباحكم كل حاجة حلوة. يا رب تكونوا بخير، وعيد أضحى سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة العربية كلها. يا رب يبقى يدخل علينا بالخير واليمن والبركات والهنا. بصراحة عايزة اتكلم معاكم كتير قوي، بس قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة ما تنسيش تحط لايك وتشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله بإذن الله. معانا فيديو حلو قوي النهاردة، يا رب يعجبكم ويا رب ينور رضاكم. احنا طبعا كنا منزلين الفيديو اللي فات فيديو حاجة السوق والمشتريات، واشترينا وعملنا وظبطنا دنيتنا. تعالوا بقى النهاردة ده ايه، ده هو كان في نفس اليوم بأمانة، بس انا يعني عشان الفيديو ما يطولش وما يبقاش طويل قوي، فقسمته على ايه، على ناحيتي. يعني قسمته على فيديوهين، فيديو اللي هو نزل معاكم امبارح والفيديو اللي هو بتاع النهاردة. معلش بقى لو في صوت يعني حد، خلاص يا عم والله خلاص، سامحوني. فالنهارده بقى ايه معانا هنغسل الخضار كله، وهنعمل الغدا، وهنظبط دنيتنا كده. وبشكركم كتير 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 على كل حاجة حلوة، وعلى اي حاجة بتكتبها لي، وعلى اي حاجة بتحطوا لي لايك. متشكرة جدا جدا على كل اخواتي وحبايبي، اهلي وناسي. يا رب ربنا يزيدكم، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. انا هنا غسلت الطماطم وحطيتها ايه تتصفى. بجيب فوطة، بجيب ملاية، بجيب حتة قماشة بس تكون نظيفة، مخصصة للحاجات دي مخصوص. يعني ما تحطهاش في حاجة تانية، ما تعملهاش لحاجة تانية. فاهمين قصدي؟ دايما خلي حاجة الخضار بتاعتك اما بتفرشيها على حاجة، تفرشيها تبقى هي دي بتاعتها. انا بصراحة الحتة القماشة اللي انتوا شايفينها معايا فردها في الفيديو دي كانت حتة مركونة عندي، فأنا مسكتها غسلتها ونضفتها، بس هي كانت نظيفة. مسكتها غسلتها ونضفتها وظبطتها كده، وقلت هعملها بقى هي تبقى ايه، تخصص للخضار بس، مش هحط عليها اي حاجة، مش هعمل بها اي حاجة الا هي غسيل الخضار بس. هنا بقى كنت غسلت كمان الفاكهة. انت بتعملي ايه في العنب؟ بتقطعي ليه عشان يتغسل كويس. يعني بصي، هو العنقود كده بيبقى كبير، فمهما بتغسلي فيه هو ما بيتغسلش كويس. لكن انت اما بتمسكيه تقطعيه كده او تفتحيه من بعضه، يعني بتقدري تغسلي الحته كويس، فتبقى الحاجه معاكي ضامنه نظافتها، وضامنه ان هي تبقى نظيفه عشان ولادك لما يجوا ياكلوها، او انت اما تيجي تاكليها تبقى الحاجه نظيفه وحلوه. صلوا على النبي كده، وزيدوا النبي كمان صلاه. اهو بقول لكم بقى، احنا بنغسله وبننضفه كويس عشان لو ولادنا بياكلوا منه او حاجه، او بيجيبوا منه من التلاجة على طول كالعاده. يعني في ولادنا كلهم يروحوا يجيبوا من حاجه من التلاجة ياكلوها وما يغسلوهاش. فعودي نفسك، اغسلي حاجتك ونضفيها وحطها فين؟ في التلاجة نضيفه. تعالوا هنا بقى، انا كنت قلت لكم ان انا برضك في الفيديو اللي فات ان انا جايبه سمك، بس ما وريتهوش لكم لان كان الجو حر، فكنت حاطه في التلاجة. كنت جايه من بره وحطيته في التلاجة. فهنا بقى مسكته غسلته ونضفته. همسكه اغسله وانضفه الاول. وطبعا بايديا كده بشيل اي زيادات، اي حاجه سمراء، اللي هو العرق الدم اللي هو بيبقى في سلسله الظهر بتاعه السمكه ديت، بالدماغ بكله. تمسكي تخليه زي الفل، زي الفل كده، زي شمعه منوره كده، مرايه كده زي ما بنقول. شايفين اهو؟ حايشه كل حاجه. همسكه بقى اغسله وانضفه. غسلته ونضفته. ودي قراميط برضو غسلت. قراميط، ايوه قراميط، انا بحبها بامانه، بحبها. بص، هو مفيش حد بياكلها في البيت الا أنا، بس عادي يعني هو جايلي وجايلي شحاته، يعني شحتاه. والله العظيم جايلي شحاته. شحت له نص الدنيا يا جماعه، ايه المشكله يعني؟ فجبته غسلته ونضفته، كان حي وظبطته كده وروقته. وبرضك هحط عليه ملح وليمون، والسمك هحط عليه ملح وليمون، ونسيبه شويه يتنقع براحته كده، قيمه ايه، ساعه ولا حاجه. لو الجو عندك حر قوي احتفظي بيه في التلاجة، لو عندك الجو حلو احتفظي بره عادي. اذا بالذات هنحطه في التلاجة عادي يا جماعة عشان الجو حر قوي،
فممكن الحاجة عشان انت نضفتيها وهتحط عليها مية وليمون ممكن تطلع ريحة، يعني لان الجو حر جدا. فلو انت عندك المطبخ رطب عادي سيبيه بره، لو المطبخ مش رطب دخليه التلاجة زي ما هو كده، وطلعيه وقت ما هتطبخي او وقت ما هتحبي تحمريه حطيه. انا بصراحه سبته بره لان انا ما قعدتش كتير، لان انا كنت اصلا طول النهار رحت السوق وجيت ورحت مشوار وجيت، فعلى ما جيت بقى انضفه واعمله فخلاص كنت هعمل الغدا فما حطيتوش في التلاجة بامان. فهنا بقى معايا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. معايا هنا قرن فلفل اخضر، معايا طماطمتين اتنين، معايا 6 فصوص توم، معايا بصلة كبيرة أو بصلتين وسط، وطماطمتين اتنين. يعني نقول تاني، معايا قرن فلفل، بصلاية كبيرة، 6 فصوص توم أو 7 فصوص توم، وطماطمتين اتنين. هنحط ده كله على بعضه ونبهره بكمون كزبرة وفلفل، لا بلاش فلفل اسود، كمون وكزبرة وملح وشطة بس، كفاية قوي. ولو عندك ليمون حطي، ما عندكيش عادي براحتك، عايزه تحطي الليمونه حطيها، مش عايزه تحطيها خايفه لان هي الوصفه دي هتدخل الفرن، خايفه لليمون يعمل لك طعم عادي ما تحطهاش. انا هنا ما حطيتش لاني نسيت، للامانه نسيت، ما كنتش يعني اقصد ان انا ما احطش بس انا نسيت. وهنا حطيت بس يا دوب ربع مش هتيجي ربع حتى معلقه ملح. إيه، اللهم صل على النبي، زيت، اسفه طبعا. هنا بقى كنت فرمت فلفل وتوم بس، وحطيت برضو كمون وكزبرة وملح وشطة، كمون وملح وكزبرة وشطة بس، هم دول اللي انا حطيتهم هنا. همسك بقى اكون حطيت السمك بتاعي نضيف ومغسول ونشفته مش نشفته بقى، يعني ايه، صفيته من المية بس هو برضو مبلول عادي. همسكه بقى املحه كله كده من قلبه اهو، وهحطه في الدقيقة على طول. ده القماشة اللي جنب دي اللي انا قايله لكم انا كنت عاملاها عندي، لقيتها عندي ومركونة فمسكتها غسلتها ونضفتها وبغطي بها الخضار اهي، هي محطوطة كده جنبي لان انا طبعا غاسلة معاكم الخضار في الفيديو. فسبتها، قلت لهم براحتكم بقى على ما نخلص الغدا ونتغدى ونظبط الدنيا كده نبقى نقوم نلم الايه الخضار. هنا بقى جت ايه، هنقلي السمك بس اقليه على نار عاليه، ما تنشفوهوش يعني ما تدهوش سوا كله في النار دي. ما انتش عايزه تقليه رشه بس من الزيت عليه، وحطيه في الخلطه اللي احنا عاملينها. بس انا بحب يعني اديله لون الصفار الرايق الحلو ده، بحيث برضك ان هو يعني ايه، ابقى ضامنه سواه وضامنه ان هو الحمد لله نضيف ما فيش في اي حاجه. هنا برضو كنت خرطت بصله وعملتها حطيتها على البوتاجاز، وهنا حطيت بس معلقه صلصه هي كانت عندي، لو مش عندك ما تعمليهاش عادي، ممكن تخرطي الطماطمايه على طول. زمان هجيب طماطمايه دلوقتي واخرطها اهي، انا هجيب طماطمايه واخرطها. لو عندك حبه طماطم برضو مفرومين وبزياده ما تحطيش طماطم، ما تخرطيش الطماطمايه. لكن لو انت مثلا ما عندكيش الا معلقه صلصه زي حالتي كده، معلش يا جماعه قطعت لكم في الفيديو ده كتير قوي سامحوني معلش. هنا بقى كنت لو انت عندك طماطم يعني مثلا طبسيه او نص كيلو طماطم فرماه فعادي ما تقطعيه. لكن لو انت ما عندكيش زي حالاتي وحبه، حطيت حبه وحبه، يعني حبه مصلصين وحبه عادي. هنا بقى شايفين لون السمك وحلاوته، والله الكاميرا ظلمه، كنت مطلعه تحفه وكان طعمه خطير. تعالوا بقى نكمل قليتهم. هي النار عالية قدامكم اهو، انا مش مهدية النار يعني مش سايبة السمك ايه نقول ده مثلا هيبقى فيه دم او الكلام ده، اعزكم الله طبعا لا، هو انا معليه النار اهيت عليه خلاص كده. هعملهم بقى، تعالوا بقى اما نشوف ايه هنعمل ايه في السمك ده. شايفين بقى هنا انا قليته كله ومسكت رشيت عليه الصلصة بالحاجة اللي انا عاملاها. شايفين الصينية تحفة، وحطي بقى في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 عادي مش هيسيبوا اي حاجة. هنا بقى كانت الطماطم بتاعتي اتسبكت وبقت حلوه، حطيت عليها بس كوبايه ميه. ده لو انت حابه تعملي القراميط زي ما انا هعملها كده، مش حابه وليكي طريقه تانية تعمليها انت على راسي من فوق يا ست الكل، اعمليها بها واكتبها لي في الكومنتات وانا اعملها زيك ان شاء الله المره الجايه.
هنا بقى ولا مملحه ولا عامله اي حاجه، هو انا غسلته ونضفته وصفيته من الميه وهحطه في الميه دي. الميه دي انا مبهرها بكمون وشطه وكزبره وملح. هحطه بقى على نار عاليه برضو يغلي، لان هي القراميط مش بتاخد وقت في السوا. على النار بتاعتها ديت اهي خدت غلوتين، فانا عايزه احطها في صينيه ادخلها الفرن. هقوم حطاها طبعا لان هي بتستوي بسرعه جدا، فلحمتها مش بتستحمل، فبشيل بالمسكه كده وهحطهم واحط الصلصه دي فوقهم. الصلصه دي بتبقى على الرز تحفه، تحطي منها على الرز وتاكلي كده احلى من اي حاجه، تبقى جميله. انت على فكره ممكن تعملي الشوار بنفس الطريقه، بس ما تحطيش ميه كتير، يعني يا دوب هم حبه ميه صغيرين خالص على الصلصه، بحيث انك تغطيه بس بيبقى جميل برضو. بس برضو بتقلى، يعني بياخد لون الاول على البوتاجاز، ما ينفعش تحطيه طري، او هتحطيه طري تديله بخه زيت جامده. شايفين هنا بقى لون السمك وحلاوته، والله كان تحفه كان جميل. تعالوا يلا نغرف، لان كده ميعاد الغدا جه، وكنت بصراحة هبطت وجعت كل حاجة. فيلا تعالوا نغرف الغدا بتاعنا النهاردة ونشوف صينية السمك بتاعتنا ديت، الصينيتين التحفة دول اخبارهم ايه ولا طعمهم عامل ازاي. تعالوا يلا نشوف. بغرف طبعا على قد اللي هياكل، والباقي لما حد بيجوع بيقوم ويجيب لنفسه وياكل عادي، ما فيش مشكلة. اهو بلم طبعا الحاجات دي، لان الحاجات دي بتتاكل قبل السمك، يعني انت ممكن تاكلي الحاجات دي قبل ما تاكلي السمك نفسه، البصل بالطماطم بالفلفل بالكلام ده. شايفين هنا بقى السمك عامل ازاي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا مستهوي. عارفين اللي لهوي المستهوي طعمه كان تحفة، والله جربيه مش هتندمي ابدا. لو بتحبيها اعمليها بنفس الطريقة كده، كان تحفة. هنا بقى كنت خلصت الغدا. هنا دي السمك ودي الصلصة وده السمك المقلي وده الرز الابيض وده السلطة، كنت عاملة برنجان كمان. وده الفيديو بتاعنا.